السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة الشخشوخة البسكرية كيما راكم تشوفوا هنايا. مرقة حمرا الله الله بالطبع والشان، كاين يحبها باللحم وكاين يحبها بالدجاج. ما هي الوصفة الأصلية بتجي باللحم مرقة حمرا. تبعوا معايا المقادير حتى الاخر ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تجربوها وشهيتكم بالجنة ان شاء الله. هنا الشخشوخة كنت درتها ليلة من قبل، وهنا نبداو المقادير. كما راكم تشوفوا هنا عندي اطراف تاع اللحم الله يبارك، وعندي كذلك اللفت، زوج حبيبات لفت، وعندي كذلك القرعه، وعندي حبه بطاطا، وعندي راس فلفل حار احمر او اخضر، ومن الاحسن يكون متوفر عندكم الحار الاخضر. التوابل عندي الملح، عندي بابريكا، عندي فلفل عكري، وعندي راس الحانوت عفوا. عندي كذلك حبة بصل كبيرة مرحية مليح، حبة طماطيش مرحية مليح، وعندي فلفل دريس مع مغرف كبيرة تاع الثوم نخلطهم مليح. عندي كذلك السمن والزيت، وبيان سور السمن يعطي البنة الأصلية الجزائرية. وهنا عندي طماطيش تاع الباطا. نبداو بطريقة التحضير. شوفوا أنا البنات كيفاش قطعت القرعة دي رونديل، واللفت نقطعها طويلة، والبطاطا كذلك باسكو نحب انايا اللفت تكون طويله والقرعه تكون صغيره. التقطيع يولي ليكم، والديكوراسيون دائما نقولكم تولي ليكم. عفوا اعتذر عن الصوت. هنا نحكم الكوكوطه ديالي، ندير فيها هذوك الاطراف تاع اللحم كامل، نحطهم نستفهم بيان. نزيد نحط عليهم مغرفه كبيره معمره تاع السمن، ونزيد مغرفه كبيره تاع الزيت ولا زوج مغارف كبار تاع الزيت. وهنايا هذاك فلفل دريس مع الثوم نخلطهم مليح ونحطهم كذلك في اللحم ديالي، ونزيد هذاك البصل والطماطيش نخلطهم مليح بارد في بارد باش نحطهم فوق النار قليله يتحمصوا على عقلهم. كما راكم تشوفوا هنا نسي ندخل كامل هذاك اللحم نمارينيه مليح، ومن بعد باش نحطو على الفرن ديالنا عفوا على نار قليله. بعد ما يبدا يتحمص لي نزيد نحط عليه الطماطيش تاع الباطا، حوالي زوج مغارف حتى لثلث مغارف. من بعد كي نشوفو تحمص مليح وهداك اللحم بدا يتحمص دخلو طياب، نضيف عليه الماء، نمرقو بالماء حتى تحت اليدين، ونزيد نحط هادو كامل توابل فلفل الحار واللفت. من بعد هنا بعد ما طابت لي هنا انا اللفت نحيتها وحطيت البطاطا والقرعه وزدت لها كاس ماء. وهنا الحميصه كانت عندي طيبه، خرجتها من الكونجيلاتور ديكونجليتها. من بعد كي طابت لي المرقه زدت عليها زوج غرفات تاع لاصوص وحطيتها على نار قليله تطبخ بعقلها باش تشرب لي هذيك الحميصه، تشرب لي هذيك لاصوص. شوفوا البنات هنايا اللحم جاني مفسخ بالطبع، الخضره طابت لي، كاين خضره اللي نحيتها باش نديكوري بها لو بلا. وهنا نجوز ندير هذيك الشخشوخه. كيما راكم تشوفوا عندي هنايا السميد رطب ولا دقيق رطب، كل واحد كيفاش يقولوا. عندي الملح، عندي الماء، وعندي الجبنه، وعندي الصيار ولا الغربال. انا توجور نغربل مليح. انا درت هنايا حوالي 500 غرام تاع دقيق رطب او رطل. كيما راكم تشوفوا هنا البنات انا راني نغربل فيه هادو الحبيبات تاع فلفل الكحل. نعطيكم نصيحه، هادو الحبيبات مع الورق تاع الرند ديروهم في الدقيق ديالكم في السميدي توسا باش ما يغمال لكمش. وهنايا انا درت الملح، درت حوالي مغرفه كبيره ونخلطهم مليح، ندخل هذاك الملح كامل في السميد ديالي. من بعد نبدا نشمخ غير بالعقل السميد. وعلى كيما راكم تشوفوا ما تخافوش السميد، شمخوا قد ما قدرتوا باسكو السميد راه ينشف. وعلى هنا نخلط مليح حتى يبدا يطم لي هذاك السميد تدريجيا. كيما راكم تشوفوا هنايا سيو ما تخافوش العجينه. ومن بعد حكموا بزوج يديكم ابداو طموا، وحكموا مرسو صغير وبداو طموا كامل في الجفنه ديالكم هذاك السميد اللي ما تجانسش مع العجينه. وهنا نعجنها مليح حتى تطم. شوفوا هنا كيفاش راني نعجن، نحيتها من الجفنه حطيتها فوق البوطاجي، وراني يد تجيب يد تدي، يد تجيب يد تدي. كل واحد عنده طريقه في العجين ديالو كيفاش يعجن. وكاين تاني كلي يبدا يخبط. شوفوا البنات كيفاش راني نديركم الطريقه غير بالعقل باش تشوفوا يد تدي ويد تجيب. نقعد نعجن فيها، من بعد كي نكمل نعجنها كامل نخليها ترتاح، ونعاود تاني نقعد نعجنها حتى تبدا دير لي واحد الفقاعات
باللغة العامية تاعنا نقولوا شلافط، دير واحد البنبونات هكذا، تسمى لاباط تاعنا راهي تعجنت مليح. وهنا نشمخ كيس بلاستيكي مليح بما دافي ونغطيها ونخليها اكوتي. وهنا بعد ما حطيتها ترتاح عاودت نحيتها من الساشي وقعدت نعجن فيها مليح حتى تربوا لي هذوك الفقاعات في العجينه ديالنا. وكما راكم تشوفوا هنايا انا راني نعجن كما وريت لكم من قبل، قلت لكم يد يد تجيب كل واحد وطريقته في العجين. دونك انا هنايا نعجنها مليح ونعاود نخليها ترتاح وتطلق بعقلها. وهنا بعد ما عاودت ارتحت لي للمرة الثالثة، شوفوا البنات كيفاش تعجنت مليح وكيفاش ربات لي هادوك النبولات. بعد ما ارتاحت درت عليها الزيت ودرت في الجبنة الزيت وبديت نبوقل فيها. شوفوا البنات انا درتهم ما درتهمش صغار بزاف وما درتهمش كبار، درتهم موين ولبستهم مليح هكا بيدي، عبستهم باش يتمتم يطلقونا وخليتهم يرتاحوا مدة 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة، يعني مدة ربع ساعة من الأحسن قد ما يطلقوا يجوكم ملاح. من بعد هنايا بعد ما بقلتهم خليتهم كذلك، غطيتهم وخليتهم يرتاحوا. وبعد ما ارتاحوا لي كما راكم تشوفوا هنا انا بديت نحل فيهم، ندير عليهم الزيت من تحت ومن الفوق ونبدا نحلهم غير بالعقل. ما ميلا تقطعوا لكم ما تخافوش، العجينه عمركم ما تخافوها، خلوا نتوما تتغلبوا عليها. هنايا كيما راكم تشوفوا انا نفتحها ونحط الاولى طيف في الطاجين، الاولى دائما تتكرفص لكم ومن بعد تبداو نتوما تسقموا فيها. ومن بعد البنات هادوك الاطراف كي نكملوا كامل نطيبوا الشخشوخه تاعنا نوري لكم هادوك الاطراف كيفاش نديروا لهم باش اللي قعدوا خضوره كيفاش يطيبوا. وهنا انا راني نديرهم في الطاجين كيما راكم تشوفوا هنايا. وقعدت لي هذه الاخرى درتها مسمنه صغيره. وهنا بعد ما طابوا لي كامل شوفوا البنات نخليهم يبردوا غير شويه ونبدا نفتت فيهم بيديا. انا مع الاول استعملت المقص ما ساعدتنيش، انا نحب انسانه نحب نخدم بيدي. دونك كيما راكم تشوفوا هنا راني مفتتهم بيديا. وكنت قلت لكم تانيك انا هاد الشخشوخه كنت خدمتها وطيبتها نهار ما قبل، تسمى غد من داك في يوم عاشوراء طيب غير لاصوص. وهنا بعد ما كملت فتتهم كامل انا درتهم في الكسكاس. كنت الكسكاس ديالي دهنته بالزيت ودرت فيه الشخشوخه تتفور باش هادوك الاطراف اللي ما طابوليش يكملوا طيابهم في الكسكاس كي يتفوروا. وهنا بعد ما طاب لي كلش كيما راكم تشوفوا درت الشخشوخه ودرت الخضره ودرت عليها البيض والحميصه هذيك الله الله اللي شربت لي. وشوفوا لاصوص ما جاتش ثقيله بزاف وما جاتش خفيفه، شهيتكم بالجنه.